بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة. النهاردة معانا موضوع مهم جدا، عمر مرموش وتألق عمر مرموش في الدوري الانجليزي وكلام الهجاص رضا عبد العال. بس قبل ما نتكلم في اي حاجة زي ما احنا متعودين كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واللي مش مشترك في القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ومتنساش اللايك بتاعك. عمر مرموش امبارح اتألق تألق غريب، يعني هو طلع نار من بقه حرفيا. تلات اجوان في نيوكاسل، تلات اجوان امتع من بعض، تلات اجوان احلى من بعض. عمل كل حاجه في الماتش. احنا كنا بنتنشأ على لاعب، يعني احنا كنا بنتنشأ على لاعب. طلع عندنا صلاح، فرحنا واتبسطنا ان عندنا محمد صلاح. محمد صلاح اللي بعد بارقامه بعيد جدا، صعب ان اي حد يوصل له. بس كان بيجي مناوشات احمد حجازي، تريزيجيه، مش عارف ايه لحد ما طلع مرموش. انا واحد من الناس، مرموش من سنتين كده كنت بشوفه مع المنتخب بقول لا ده لعيب مش يعني ما ينفعش يمثل المنتخب. بس في خلال الفترة اللي فاتت شفته مع المنتخب وشفته في أندية ألمانيا لما ابتدى يروح من نادي لنادي، ولاعب مؤثر وعمل شعبية في ألمانيا، ولاعب بعد كده انتقل لمانشستر سيتي. بيتدرب تحت إيد جوارديولا. تمام، فالموضوع مرعب، الموضوع مرعب. احنا بقى معانا لاعب بينافس محمد صلاح. هو محمد صلاح بعيد، بس معانا لاعب كبير جدا. لعيب عنده القدرة ان هو يوصل لمكان بعيد، هو بالفعل وصل لمكان بعيد، بس لسه عنده القدرة ان يوصل لأبعد وأبعد. وعنده القدرة ان هو يحقق أرقام. ليه ما نقفش معاه؟ ليه ما نبقاش معاه؟ ليه لازم احنا نطلع؟ لازم نطلع نهاجم لاعب زي ده. انا مش بتكلم عن الناس كلها طبعا، الأغلبية العظمى بتشجع عمر مرموش وبتدعمه وبتتمنى له كل خير وبتتمنى له كل حاجة. بس يطلع واحد زي الهجاص رضا عبد العال يقول لك اصل هو كان ماتش عادي. ماتش عادي ايه؟ مش فاهم. هو بيلعب في الدوري الانجليزي حضرتك، انت متخيل ولا انت مش متخيل؟ انت عارف الليفل اللي هو بيلعب فيه اصلا ولا انت مش عارف؟ انا شك ان انت متابع دوري انجليزي اصلا. انت عارف الليفل اللي بيلعب فيه عمر مرموش ولا انت مش عارف؟ انت عارف ان الدوري الانجليزي عادي ممكن فرقه من الدرجه التانية تكسب فرقه واخده دوري عادي جدا؟ عارف ده ولا مش عارف؟ عارف ان مستويات الفرق كلها تقريبا متشابهه باستثناء حاجات بسيطه؟ عارف ده ولا مش عارف؟ فعمر مرموش في الدوري الانجليزي خلاص، هو في مانشستر سيتي، اي فرقه هيلاعبها فيها فرقه كبيره، اي فرقه هيقابلها فيها فرقه كبيره، اي فرقه هيسجل عليها فهي فرقه كبيره. يقول لك لا انت جاي تقيمه في ماتش زي ده، هو كان فين في ماتش ارسنال، وكان فين في ماتش مش عارف ايه. ايوه هو يعني انا عشان ما سجلتش ابقى وحش؟ هو يقول لك هو نيوكاسل من الفرق الكبرى في انجلترا، او بتنافس، قال بتنافس. هو انا لازم تكون الفرقه بتنافس؟ يعني لازم، يعني مرموش لو جاب جون في ليفربول ولا جاب جون في ارسنال هو كده ده المقياس بالنسبه لك؟ مش فاهم. طيب انا مش فاهم. قال لك طب نستنى بعد ماتش الريال. ايوه يعني ايه؟ نفترض مرموش ما جابش جوان في ماتش الريال، هو كده لاعب وحش؟ مش مقياس. طيب نفترض ان هو جاب جوان فهو كده احسن لاعب في العالم؟ مش مقياس برضه، عادي جدا. مش مقياس يعني. عادي عادي، وارد كل حاجه تحصل. وارد ان مرموش يجي في ماتش الريال يسجل، وارد ما يسجلش. الموضوع عادي جدا، ده ماتش كوره، وارد فيه كل شيء. لكن ده مش ده اللي هنقيس عليه اللعيبه. قال لك يعني هو وصلنا كاس عالم؟ يعني كده ابو تريكه مش لعيب كوره؟ ابو تريكه ما وصلناش كاس عالم، كده هو مش لعيب كوره؟ الجيل ده ما فيهوش حد بيلعب كوره؟ يعني الجيل اللي خد 3 افريقيا ما فيهوش حد بيلعب كوره؟ ما وصلناش كاس عالم؟ مش فاهمك. طب انت تاريخك ايه اصلا مع المنتخب؟ انت وصلتنا كاس عالم؟ لا. طب انت تاريخك كله ايه اصلا عشان تقيم لاعب زي ده؟ فهي دي العينه اللي بتطلع عندنا في البرامج. انت عايز تتشهر وعايز تتعرف، تطلع تعمل كده. خالف تعرف. هو رضا عبد العال كده كل فتره بيمسك في لاعب، يفضل بقى ماسك اللاعب ده غسيل ومكوى. اللاعب ده كويس وحش انا ماسكه غسيل ومكوى، هو اللاعب ده بتاعي خلاص، هو دوت شغل الفتره الجايه، عشان اعرف يجي لي قرشين من الاعلام، عشان اتشاف. هو لو ما عملش كده مش هيتشاف، فهو عشان اتشاف بس. يا حلوه شوفيني، فاهم؟ اللي هو انا هعمل بوم طخ عشان الفيديو بتاعي يضرب على السوشيال ميديا والناس تشوفه، يبقى رضا عبد العال موجود على الساحه. لكن غير كده مفيش، والله ما في. انت طالع تقيم مين ولا بتتكلم على، يعني انت بتتكلم على مين؟ ففعلا الموضوع عندنا الواحد مش عارف يلوم على الاعلاميين اللي بيجيبوا الناس ديت ولا بيلوم على الناس اللي بتطلع. الموضوع فيه عك. يعني انت بتتكلم في حاجات زي كده ازاي؟ يعني لاعب بيلعب في الدوري الانجليزي وبيلعب في مانشستر سيتي وجايب 3 اجوان، ولاعب متألق وبيتدرب تحت ايد جوارديولا، وبيلعب مع هالاند ودي بروين تقول ايه؟ انت في كوكب غير اللي احنا عايشين فيه قسما بالله. يعني انت دماغك دي في كوكب تاني، انت مش موجود معانا. انا اشك يعني لولا ان الواحد بيشوف لك فيديوهات انا كنت اشك ان انت لعبت كوره اصلا. لاعب زي ده بيلعب في الدوري الانجليزي جاي تقلل منه؟
مش فاهمها بصراحة. فسيبنا من الكلام ده، اهم حاجة ان عمر مرموش اتألق امبارح وجاب 3 اجوان، وانا متوقع له الفترة الجاية هيخرب الدنيا، هيخرب الدنيا في الدوري الانجليزي، وهيبقى منافس لصلاح على الهداف الدوري. مش الموسم ده، اتوقع من الموسم الجاي، يعني الموسم ده على ما هو هيكمل الموسم الجاي اتوقع ان هو يبقى منافس اول لصلاح على على جائزة هداف الدوري ان شاء الله. ودي حاجة تبسطنا وفيها فايدة للمنتخب ان شاء الله. انا متفائل ان افريقيا ديت اللي في المغرب ان شاء الله بتاعت المنتخب بتاعنا مصر ان شاء الله تحقق افريقيا اللي غايبة من 2010، وان شاء الله البطولة بتاعتنا. اكتر حاجه بسطتني من عمر مرموش، او حاجه بسطتني لما كان بيتكلم بيقول لك انا مثلي الاعلى كابتن محمد ابو تريكه. اول حاجه هو بيتكلم هو راجل محترم جدا، بص طريقه كلامه، راجل محترم متعلم ومحترم. قال لك انا مثلي الاعلى كابتن محمد ابو تريكه، وان هو بيلبس رقم 22 في المنتخب عشان خاطر كابتن محمد ابو تريكه، وهو مثله الاعلى. فيا ابني احنا كلنا بنحب ابو تريكه. في بقى ناس في عالم موازي قال لك اصل عمر مرموش كان زملكاوي، فهو بالنسبه لهم دي بطوله. انا شخصيا ولا فارق معايا هو زملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي ايا كان بيشجع ايه، هو لاعب مصري بيلعب في الدوري الانجليزي، لاعب مشرفنا، ماليش دعوه هو انتمائه ايه. هما بقى بالنسبه لهم بيمسكوا في الحته دي، اصل لاعب زملكاوي، اصل ليه بوستات مش عارف ايه، اصل. فده كله هري، ده كله هري. اتمنى التوفيق لمرموش، واتمنى التوفيق لصلاح، واتمنى اشوف لعيبه تانية اكتر في الدوري الانجليزي بيتالقوا في الدوريات الكبرى، في المانيا في اسبانيا لعيبه بتتالق. ونتمنى نشوف المنتخب كله لعيبه تقيله بكواليتي صلاح ومرموش، لان ده كله فايده لينا احنا، وهيعود علينا كمنتخب، وبيعود علينا كاسم مصر في الكوره. فده كله فايده لينا. فاتمنى التوفيق لمرموش وصلاح. ودي كانت نهايه الحلقه، يا رب الحلقه تكون عجبتك. لو عجبتك الحلقه ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو ما ضغطتش لايك اضغط لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.